أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انطلاقا من هذا المفهوم السامي وشعورا بالمسؤولية تجاه قضايا أمتنا وتجسيدا لمعاني الأخوة الإنسانية وتلبية لنداء الواجب، قمنا نحن حزب الديمقراطيين الأحرار بتأسيس وتشكيل هذا الحزب السياسي المعارض لنظام الاستبداد والقهر. فمنذ انطلاق الشرارة الأولى لثورتنا المجيدة في سوريا، والتي كان مبدأها أحداث درعا وما أعقبه من رد وحشي من النظام الأسدي على المظاهرات السلمية والاحتجاجية، والتي طالبت بالحرية والمعاملة الإنسانية واحترام حقوقها، شأنها كشأن باقي شعوب العالم، وما تلاه من عمليات القتل والقمع والاعتقالات والتعذيب في أقبية المخابرات والمراكز الأمنية، ومن ثم إقحام الجيش السوري لقمع تلك المظاهرات بكل ما يتوفر من سلاح، بدلا من الاستجابة لمطالب الشعب والنزول عند رغباته في نيل الحرية والكرامة ومكافحة الفساد والمفسدين. حينها بدأ العمل الثوري ردا للظلم وصدا للعدوان، وإن لم يكن العمل الثوري منتظما ومقننا حينها، لأنها كانت ثورة شعبية عفوية تعاطفا مع المعتقلين والمعذبين، وإرادة كسر جدار الخوف والصمت الذي ربط على القلوب لعقود مديدة. ولكن وبفضل الله تعالى سرعان ما بدأ التنظيم والإعداد والتجمع على شكل تيارات تولت المهام من التنسيق إلى الإعلام لفتح ممارسات النظام، حتى تبلورت في شكل جديد وهو ما يسمى بالمعارضة الداخلية منها والخارجية. وكان حزبنا ضمن هذه التجمعات والتيارات التي التقت على الوسيلة والغاية والهدف، وكان بفضل الله تعالى هذا الحزب الجامع. ولا ننكر أن هذا النظام استطاع بخطته الخبيثة جر القوى الحراكية الشعبية الثورية إلى ساحة القتال المسلح، ليكون هذا ذريعة لتدمير الشعب المنتفض والمناطق التي تتواجد بها هذه المجموعات، والتي ما حملت السلاح إلا اضطرارا لتدافع به عن نفسها، وما رفق ذلك من انشقاقات عسكرية من الضباط والأفراد الشرفاء الذين أبوا إطلاق النار على المتظاهرين السلميين. كل ذلك ساهم في اتخاذ شكل من أشكال المعارضة المسلحة، والتي استطاعت فيما بعد تحرير كثير من المدن والقرى من قبضة النظام الوحشي الغاشم. وقد لاحظنا كتيار سياسي معارض منذ بواكير الثورة الأولى ثبوت المؤامرات المحلية والدولية للقضاء على الثورة وإخماد جدوتها، كما هو مؤتمر جنيف وما تمخض عنه من ممارسات وضغوط متعددة الأساليب على المعارضة وبشكل فعلي، كل ذلك بمباركة روسيا والصين وإيران وصمت غربي عجيب على غير العادة، وفشل الجامعة العربية في إيجاد حل للأزمة. نلاحظ ذلك من خلال إرسال المراقبين العرب وبيان عجزهم التام إلى خطة عنان وفشلها الذريع في إيجاد تسوية سلمية، والتي تبين من خلالها إعطاء مزيد من المهل والفرص للقضاء على الثورة الشعبية السورية، وانتهاء بالأخضر الإبراهيمي الذي جاء مفلسا من أي مشروع أو فكرة كمحاولة يائسة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن تدفع عنها عار العجز. ومع صبر الشعب والمعارضة في الداخل والخارج وترقب بصيص الأمل من المؤتمرات والحوارات من دول أصدقاء سوريا، تفشل كل الجهود والخطط والجهود الدبلوماسية في إيجاد الحلول لهذه الأزمة بدعوى أن الملف السوري شائك ومعقد. والحقيقة أن سبب التعقيد هي المصالح الروسية والإيرانية وبالطبع الإسرائيلية، كون النظام بات الحارس الأمين للحدود الإسرائيلية، والتي إلى الآن لم تجد البديل المناسب لحفظ أمنها وحدودها.
مع ملاحظة استعمال الفيتو الروسي والصيني ضد أي قرار حازم في مجلس الأمن يتخذ تجاه سوريا والنظام الحاكم فيها، خوفا على المصالح الروسية والصينية في المنطقة، ويبقى الشعب هو الذي يدفع الثمن الباهظ لتلك التحالفات والاتفاقات من دمه وحريته وكرامته. والاستغراب هنا من شدة التباين التام في المعاملة الغربية مع الملف السوري والملف الليبي. ونحن نقول لكل من دعا إلى حوار وطني يشارك فيه رموز النظام: ما جدوى هذه الحوارات، خاصة وأن صوت السلاح هو الأعلى الآن في سوريا، والطائرات والدبابات والمدفعية تدك المدن والأرياف بما فيها ومن فيها، ومحاولات النظام لتمزيق المجتمع ودفعه لحافة الصراعات الطائفية والمذهبية، وتحويل البلاد إلى ساحة صراع بين مشاريع وأجندات تخدم إسرائيل وتحفظ مصالح روسيا وإيران. إن النظام في مثل هذه المؤتمرات أو إن الدخول في مثل هذه المؤتمرات والمحاورات لا فائدة منه ولا طائل، ولا استطيع الجزم والقول في أمثال هذه المؤتمرات إن النظام يتفاوض مع نفسه لا أكثر، كما هو الحال في مؤتمر إنقاذ سوريا، حيث يقتل أسبوعيا في سوريا أكثر من 1000 شخص، والعمل العسكري في تصاعد مستمر مترافقا مع حملات اعتقالات وإعدامات ميدانية للناشطين والمدنيين على السواء، مما يحد من هامش التسويات السلمية بين النظام والمعارضة. إن ما يجري الآن في سوريا لهو تعبير صارخ وفاضح ينمو عن لؤم النظام وطبيعة تكوينه، والذي جند الطائفية سلاحا يفتك بأبناء الوطن. ومثل هذا النظام القائم على الفتنة والفساد واستغلال التعددية والمذاهب الفكرية والدينية لا شك أنه ساقط لا محالة، ومركبه في طور الغرق، ولأنه يعلم يقينا هذه الحتمية والنهاية فقد اتبع سياسة الأرض المحروقة، ونأى بنفسه عن كل حل دبلوماسي، لأنه بمجرد قبوله لأي حل سياسي من الحلول المطروحة سيدرك تماما أنه بات ساقطا فاقدا لأهلية الحكم والقيادة، وهذا ما لا يريد أن يتخيله فضلا عن قبوله. وإن المجازر التي نراها ونشهدها كل يوم لهي خير دليل على ما نقول، كمجزرة التريلسي والحفة والحول وغيرها، ولن تكون الأخيرة إذا ما بقي المجتمع الدولي يلعب دور المتفرج والمراقب، وتدخلات الأجنبية الخجولة تجاه نظام الأسد، والذي كان يبث من خلالها رسائل مفادها الأسد أو نحرق البلد. سياسة همجية رعناء مدعومة من قبل بلدان تلطخت أيديها بالدم السوري بحجة الحفاظ على المصالح، والحقيقة التي لا تخفى أنها تسعى إضافة إلى ذلك لاستعراض العضلات أمام كثير من الدول العربية والغربية. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي طال في مهادنته للنظام وإعطائه تلو الفرص أن يتحرك بجدية وفاعلية أكثر، وأن يقوم بدور بناء فاعل يغسل عنه التخاذل والحياء الذي لطالما قابل به نظام الأسد الفاقد لشرعيته على المستويين الدولي والإقليمي، والذي بات سقوطه وشيكا بإذن الله تعالى، ومن ثم بإصرار هذا الشعب الحر المنتفض. كما ندعو دول أصدقاء سوريا للقيام بدور بناء وصادق والبحث في سبل وقف حمام الدم اليومي، وإيجاد السبل العلمية العملية لدعم الثورة السورية بكل الوسائل والأساليب، وخصوصا دعم الجيش الحر للدفاع عن المدنيين والعزل. وكذلك ندعو الجامعة العربية إلى الإسراع لتشكيل وإيفاد قوة عربية عسكرية لحماية الشعب السوري من آلة القتل الأسدية. كما ندعو أبناء الشعب السوري البطل إلى مزيد من الحراك والتصعيد الثوري ضد النظام الغاشم، ونثني على تضحياتهم وصبرهم، وخصوصا المعارضين الثوريين في الداخل على ما بذلوه ويبذلوه في سبيل الله تعالى والوطن، والنصر قريب بإذن الله. كما ندعو لتوحيد صفوف المعارضة في الداخل والخارج
تعبيرا عن روح الوطنية والمسؤولية، وإعادة الهيكلة السليمة للمجلس الوطني ليضم جميع مكونات المعارضة، واتخاذ القرارات الشجاعة التي تغلب فيها مصلحة الوطن على المصالح الشخصية. ونقول لهم إن المسؤولية عظيمة، ويجب أن نكون على قدرها من خلال التنسيق بين أطياف المعارضة ودعمها بكل ما يلزم، بما في ذلك الجيش الحر، ونبذ الخلافات والنظر للمصلحة الكبرى والعليا للوطن، لا سيما أن الوقت حرج، وفي كل تأخر واختلاف هناك دم يراق، وعين تدمع، وطفل يبكي، وأم تروع، وزوجة ثكلى. ولنعلم جميعا أن ضريبة الاستمرار أخف وطئا من ضريبة التراجع، وهو الأمر المحال. ونقول للشعب السوري البطل صاحب الثورة اليتيمة العظيمة: نحن ماضون معكم بإذن الله، وباقون على عهدنا وكفاحنا حتى التحرير والنصر والتمكين إن شاء الله. ولن تستطيع أي جهة من الجهات أن تسيطر على الثورة السورية أو تحاصرها، وإن كانت القلوب قد بلغت الحناجر، لكن من الله لا تنقطع الآمال. ونؤكد وقوفنا صفا واحدا مع كل الشرفاء من المعارضين السياسيين والجيش الحر في وجه النظام الأسدي، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ويحكم بيننا وهو خير الحاكمين، معا حتى إسقاط النظام، ويدا بيد حتى الانتصار. عاشت سوريا حرة أبية. والسلام عليكم.